10 الصبح وهادي وفرحان والله ما يقول راقد دور وفرحان والله ما يقول استغفر الله، وظن في باله انني كنت راقد وربي على باله. والله ما راك معذور، والله ما راك معذور. المعذور تعرف من؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث هذا، قال انما التفريط باليقظه. كي تكون نايض شوف واش درت باش تشوف روحك راك معذور ولا لا. هل سهرت؟ ماكش معذور، انت اللي سهرت، انت اللي والفت تسهر، انت دبر راسك. تقول لي ما نقدرش نرقد مور العشاء ما والفتش، دبر انت ولفت نفسك هكذا، ماكش معذور عند الله. الشباب وجل الناس اليوم ماش معذورين. يقول لك انا الصبح ما نقدرلوش. سما ربي قال لنا 5، احنا قلنا له لا احنا 4، احنا 4 نعطوا لك 4 برك كيما نحبوا احنا. والعباده من صفاتها انك تؤدي ما يريد الله لا ما تريد انت. لو كان تولي تؤدي ما تريد انت تولي ماشي عباده، تولي ما عندهاش حتى صفه تاع العباده. العباده ان تاتي من الملك ماشي من المملوك. انت مملوك، انت اللي تدبر على ربي كيفاش تعبده. ربي هو الذي يامرك بما يجب ان تعبده. والله عز وجل يقول لك 5 صلوات، وهو حط لك هذيك الصلاه في هذاك الوقت تاع الفجر. قدر الله ما فطنتش ما قمتش مرضت كذا، هذيك ماشي مشكله، بصح على عموم ما يقع لنا هذيك راهي عندها حديث تاعها وحده. ان الرجل كان يعذب في القبر ويضرب رأسه بحجر وهو يسبح في نهر من النار، ويضرب رأسه بالحجر ثم يتهدهد الحجر فيذهب الملك ليأتي بالحجر فيعود هذاك الرأس مثل ما كان من قبل، ويرجع بعد ذلك يسبح، ثم يريد أن يرجع إلى الشاطئ ليخلص من ذلك الحميم، ولو يسبح في الحميم في النار المذابة يسبح فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الملكين قال وذاك الرجل الذي رأيته يفعل كذا وكذا كذا، ذلك الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة، يرقد. أولادكم اللي راكم تحرصوا عليهم يقراوا وينوضوا يقراوا، هل تحرصوا عليهم ينوضوا الصبح؟ انت أولادك راك حاسب لهم الحساب وقتاش يقرا على 8، لازم تنوضوا على 7، أو كاين صلاة الصبح قبل على بالك نوضتوا ليها. فالآن الابن هذا كما نقولوا احنا اوتوماتيكيا ينبت ابنا متعلقا بالدنيا، لانك انت ربيته هذا، ربيته باللي يتكسر النعاس مهما كانت الظروف من اجل الدراسه. احنا ماناش ضد الدراسه، بصح رانا ضد ان يعلم الانسان ابنائه الدنيا ويغفل الاخره. ومسؤوليتك راك مسؤول امام الله على ذريتك.